بعدما تضاربت الآراء حول رحيله، ها هو كريستيان غوركيوف يخرج عن صمته ويعلنها ويفند خبر استقالته. التقني الفرنسي بعد لقائه مع صحيفة تيليغرام أكد أنه لا يزال يشغل منصبه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، في وقت كان يظن كثيرون أنه غادر الأراضي الإثيوبية إلى فرنسا دون رجعة. Donc si j'avais décidé de démissionner, j'aurais démissionné. J'ai jamais vous savez, parce que c'est... Vous reprenez la conférence de presse, parce que je ne me suis pas exprimé depuis la dernière conférence de presse du Sénégal. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était possible que je sois plus là. كريستيان غوركيوف صرح أنه طلب الرحيل من محمد رورو، لكن الرجل الأول في الفاف رفض ذلك لأنه يفضل الاستقرار، وهذا طمعا في حصد الألقاب التي غابت عن المنتخب الجزائري منذ 17 سنة، ليضع له رهانا آخر وتحدي جديد. غوركيوف كان قد صرح أنه لا فائدة من الاحتفاظ بمدرب يريد المغادرة، مشيرا إلى أن أيامه مع الجزائر باتت معدودة، ليطرح تساؤلات عديدة وإشكالية مفادها من سيكون الخليفة في حالة الرحيل.